يا أهلا يا أهل المطبخ، استعدوا لأنه اليوم راح نغوص في عالم محشي الكرنب المصري التقليدي. الطبق هذا مو بس طبخ، هذا إرث مصري بنسويه في مطابخنا. أول شيء خلونا نتكلم عن الحشوة. راح نحتاج كوبين رز مصري مغسول ومصفى، حبتين طماطم كبار مبشورين، بصلة كبيرة مفرومة ناعم، نص كوب بقدونس مفروم، ربع كوب شبت مفروم، ربع كوب كزبرة مفرومة، ملعقتين كبار معجون طماطم، ربع كوب زيت نباتي أو زيت ذرة، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، ملعقة صغيرة نعناع ناشف اختياري، وملعقة صغيرة كمون. نيجي للكرنب. جابوا كرنبة متوسطة الحجم، شيلوا القلب منها بحرص، وانزعوا الأوراق الكبيرة برفق. حطوا ماء يغلي مع رشة ملح، واسلقوا الأوراق لمدة دقيقتين أو 3 دقائق لين تصير طرية. صفوا الكرنب واتركوه يبرد. بعدين قصوا الأوراق على شكل مستطيلات بحجم كف اليد تقريبا. هلا بنرجع للحشوة. في زبدية كبيرة نخلط الرز مع البصل والطماطم والأعشاب والزيت والتوابل ومعجون الطماطم. نتركه لمدة 10 دقائق ليتشرب كل النكهات الرائعة. وقت اللف نحط ملعقة من الحشوة على طرف ورقة الكرنب ونلفها بإحكام بس مو كثير. تذكروا إن الرز راح ينتفخ أثناء الطبخ. نصفف في اللفائف في قدر عميق علشان نطبخ المحشي. نحط الصحن صغير أو غطاء فوق اللفائف علشان تثبت مكانها. نصب ماء مغلي مملح لين يغطي اللفائف بالكامل، وعلشان نكهة أطيب ممكن نضيف شوية عصير ليمون أو صلصة طماطم. نخلي القدر يغلي، بعدين نوطي النار ونتركه على نار هادية لمدة 45-60 دقيقة لين يستوي الرز تماما. نصائح سريعة: لا تحشو الأوراق كثير علشان ما تنفجر أثناء الطبخ، وعلشان نكهة أقوى ممكن نغطي قعر القدر بشرايح بطاطس أو طماطم. جاهزين تجيبوا نكهة مصر لمطبخكم؟ قولولي إذا تبغون وصفات لمحشي ورق عنب، كوسة أو باذنجان المرة الجاية. أشوفكم في المطبخ.